انا خايف، انا بتخيل امسكوا معايا. امسكه ازاي؟ ده شكله مرعب جدا، ده دماغه عامله زي دماغك بالظبط. ما هو ده اللي مخوفني منه، امسك معايا. حلاوه عليك. لاوي افتح بسرعه. حلق عليه. الحق يا فخر، ده داخل في موتور العربيه. يا ابني دي العرس، هو بيجري هناك اهو. طب اقول لكم ايه، ما تيجي ادخلكم آلة الزمن عندي في المخزن، انا في محاولات تصليحها، 10 دقايق تجيبوه وتيجوا على طول. لا تعالى احنا بقى ورا الكشك 10 دقايق كده عشان نديك في شنبك. تعالى يا حبيبي، تعالى يلا تعالى يا حبيبي. يلا. يا سوادك يا سيد، انا مش عارف معقربه كده ليه. ده الاريال ده كان عامل زي الملاك وهو نايم. انا اللي حاسس في نفسي بس ان حته اريال من المريخ يغفل شباب من المطريه كده ويشتغلهم ويهرب. لا انا اللي حاسس في نفسي اكتر ان مراتي سايبانا في المصيبه دي وعماله تلعب في شنطتها، واكيد في حاجه تافهه. بتعملي ايه يا ريتاش؟ استني يا سيدة، مش لاقي الموبايل. رني لي عليه كده. يا نهار اسود، مش لاقي الموبايل. دي مصيبه اكبر من مصيبه السحاوي. ده انا شاريه من القسط من شارع عبد العزيز ولسه عليه 750 جنيه. هرنلك. اهو بيرن اهو. مش سامعاه. ما طبعا مش سامعاه، عشان انا بكره صوت التليفون فعاملاها ازاز على طول عشان انت مهمه. يا سيد بس طول ما انا كده في انرجي، حرام عليك. لا هتشتمي بالانجليزي ومعتمد ان انا مش هفهم، هنزلك من ماي براذر كار. ممكن بقى تسكتوا انتوا الاثنين وتخلونا نسمع الراديو؟ القاهرة والمحافظات. وشاهد بعض المرة الكائن الفضائي وهو يرتدي جاكيت بامبي اللون. ايوه الجاكيت الجنبي ده بتاعي، انا كنت ملبساه له. انا افتكرت انا حطيت الموبايل جوه الجاكيت. يعني قلبنا في جاكيت وموبايل وهرب؟ يا دي المصيبه. مش مصيبه ولا حاجه، احنا ممكن نعمل فاين ماي ايفون ونجيبه ونجيب الالين كمان. ايوه كده يا ريتاج، تسلم دماغك، ما يجيبها الا ستاتها. ولا انت فاهم اللي هي قالته ده؟ لا طبعا مش. بقول لك يا ريتاش، هو ايه فاين ذا تليفون ده؟ دي خاصيه تتبع، ممكن من عن طريقها تحدد مكان الموبايل، فهمت؟ طب افرض بقى قفل الموبايل. حتى لو قفل التليفون يا فخر ممكن نعمل فايند ماي جاكيت، نتبع الجاكيت ونجيب الاريال. ايوه كده، تسلم دماغك يا سيد، ما يجيبها الا رجالتها. انت فاهمه حاجه من اللي هو قاله ده؟ لا طبعا عشان انتوا الاثنين جهله. بقول لك ايه، روح على البيت، عايزه اجيب الايباد بتاعي. ايه الايباد ده؟ ده دواء الدايت بتاعها، شفت الهيافه اللي احنا عايشين فيها؟ طب امسكه كويس بقى. يا مجنون. اللوكيشن بيقول ان الالين هنا. يا سلام، وايه اللي هيجيب الاريال يعيش هنا يعني؟ هم القرايل كده يا فخر بيعيشوا في الهناجر وبجوار مسرح البالون. وفي السيرك القومي صح؟ بس بقى بطلوا هبل، دلوقتي لازم نلاقي حل علمي. بقول لك ايه، بسبس له كده ممكن يطلع. اعمل ايه؟ بسبس له. وده حل علمي يعني؟ ممكن تخرسوا انتوا الاثنين؟ انا هعرف اصطاد الاريال ده، همد السناره كده واجيبها كده وارخيله وهشد مره واحده هيطلع الاريال. ايه العبط ده يا ابني؟ هو سمكه؟ هي البتاع دي اللي هتجيبه، انا هجيبه باللزق. انت عايز تجيبه بلزق فران؟ ايوه. ده اريال على فكره مشوار. ايوه ماشي، ما انا هحط له على كرتونه هيلزق هناخده على طول. لا يا حبيبي، هو بالسناره معنى الهري اللي انا عمال اهريه معاك ده من الصبح ايه؟ انا ما يفتهم شنو انت هتهري شنو؟ معناه ان انا وانت ممكن نغير التاريخ، نغير شكل الكون. تخيل انا وانت صورتنا على صفحات الجرائد والمجلات في كل حته، والنانو قاعد في وسطينا كده مستربع صغنن كده، ارباح بالملايين. ده غير ان سعر الجوهره بتاعك هيتضاعف بالمليارات. سامع اللي انا سامعه يا سيد؟ انا مش سامع اي حاجه من عندك. طب ركز في الكلام كده وطرطق ودانك. اطرطق في ودانك؟ على الله تعمل كده، بقول لك طرطق ودانك يعني اسمع كويس. انا ما يبي مليارات، انا عندي مليارات وايد، انا مش عايز مليارات. يا سيدي انت مش عايز مليارات، انا عايز ايه الغلاسه دي؟ لا ده الجوهره دي بقى تخصني انا كده. جوهرة ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مالكش دعوه انت، سيبنا ركز. اف الريحه دي يا فخر، محدش يعمل كده ابدا جوه فيل. مش انا. لا انت، ما فيش غير انا وانت جوه الفيل، هيبقى مين يعني الفيل؟ هو انا كده بقى لما بركز بعمل كده. عاجبك تركب معايا اركب، مش عاجبك خلاص. مش اتخانق يا فخر. الله فين بقى؟
فلفل شنو فيه؟ شنو سويت لي فلفل؟ شنو سويت؟ انا عملت حاجه؟ ما انا قاعد مرمي جنبك اهو من الصبح. انت مش عالم كبير، انت شوف شنو فيه هو. شوف لا دي حاجه بسيطه جدا، ممكن يبقى اللابلاتين بتاعه لدع في السنسور او البطاريه بتاعته عايزه تتعضعض. ايه الحقيقه يا سيد؟ ده هيغيروا لك البطاريه. يا نهار اسود، ده انا اللي واقف ورا. طب يا رب بقى تطلع بطاريات قلم مش طرش. يا ابني افهم بقى، ما يبقاش مخك ضلم. قول زي ما انت عايز للصبح، انا يستحيل اختلس الجوهره. تختلس؟ ايه الكلام الاوفر ده؟ وبعدين انت جاي الفيلا هنا ليه؟ تطعم مساكين؟ ما انت جاي عشان تسرق. دي حاجه ودي حاجه يا فخر. وطي صوتك بدل ما تحبسنا. دي حاجه ودي حاجه يا فخر. احنا جايين هنا نرجع شبكتك اللي اتقلبت منك، لكن هتدخلني بقى في حوار اسرق جوهره مهراجه، والمهراجه ده اكيد راجل واصل. لا انا كل ما بتخيل السيناريو ده بتوتر يا فخر. انا اتوترت يا فخر، اتوترت والخناقه بدات تجيلي. انا اتخنقت. طب اهدى طيب، ما تعياش عليا، ما تعياش عليا. ولا افهم، انا عمري ضحكت عليك؟ لا. طيب اقسم بالله احنا لو جايين الفيلا هنا عشان نختلس مش هقعد دقيقه، احنا جايين عشان نسرق. بجد؟ والله. وبعدين بدل ما نسرق الشبكه هنسرق الجوهره. طيب هو انا ينفع اعترض؟ دي بقى لا. لا يا فخر، انا اتخنقت. طب اهدى والله مخنوق يا فخر. ابو العاية تعبان والله. اهدى يا عم، روح البس الفيل. يلا روح البس الفيل. فخر، بقول لك ايه، بص كده من الزلومه شوف لو في حد جاي. لا يا عم، انا بتقرف ابص من الزلومه، انا بعمل فيها بيبي. ركز بقى عشان احنا شكلنا في الريسبشن. طب اكسر بقى كله شمال، اكسر كله شمال. ما تيجي تسوق مكان انت. هو انت ماشي تزحف كده ليه؟ انت لابس شبشب حمام؟ لا مش انا يالا سيد، الظاهر في حد جاي علينا. طب اقف اعمل نفسك فيل. ماشي يلا. يا نهار اسود، الحق يالا، ده المهرجة طاير في الجو. طب حاسب كده وريني. لا يا عم، ده سند على العصايه. حلو. طب تعالى بقى نقف جنبه، هنشوف هيحس بينا ولا لا. ولا يا سيد، مهرجة مش حاسس بينا خالص. طب بقول لك ايه، عشان نسبقها اكتر بقى اعمل زئير الفيل. ما اسموش زئير الفيل، اسمه صهيل الفيل. لا اسمه خرير الفيل. اسمه سمير الفيل. انا بعرف اعمله، ممكن تسكت؟ ها، حس بينا ولا دريان بالدنيا. حلو، مد ايدك بقى والطش الجواره. مش عارف اخرجها من الزلومه يالا. بس سيد، مد ايدك انت والطش منه الجوهره من على صدره. تحضر لي بقى ظهر الفيل على صدر المهراجة اهو. ورا واسع. ما عنديش ورا. واسع انا واقف لك واسع. الفيل لو حك مني والله ما يحصل لك. طيب يا عم ما تخافش، اكسر بقى كله. ماشي. اكسر كله انا معاك اهو. هوب بس احنا اتقفشنا يا فخر. فلفل حرامي اسرق جوهرة. انت موت الحين. اجري يا سيد، اجري ازاي؟ ده قافش في ايدي يا فخر. مالك يالا سيد؟ ضربك؟ الراجل بوظني يا فخر. جت في الفيل؟ لا، جت في الدرفيل. حالي. طب صدرهولي انا بقى.
كروتي. شيلني على ظهرك حليب يا لبن. يلا تعال. انت مهرجة. انت يسرق ولا لا لا لا. ادوجن. اهرب يلا ساب بسرعه يلا. انت اضرب اجري فلافيل وحيوان. انا يجيب انت حتى لو في بطن حوت. مد يا سيد. مش هيقدر يا فخر، هو الفيل ده ما بيتعبش. ستوب يا سيد ستوب. ايه ده؟ احنا خبطنا كلب؟ لا خبطنا كلبه. يلا يلا بسرعه. ده دمه خفيف سكر. ده قال شويه اطرافات. انا يا فخر لو كنت سمعتها كنت مت من الضحك. سمعتها ودمه كان زي السم ويلطش. ده انا ما كنتش بطيئه. طب كنت بتضحك له ليه يا فخر؟ عشان اجاريه، عشان نوصل للحظه اللي فيها معانا الفلوس دي. افتح يلا كده الفلوس وخلينا نشم ريحتها الحلوه. على رايك انا يا فخر، ده صندوق الفلوس نفسه بينشع عسل. ايوه يا ابني، ما الفلوس تعمل اي حاجه. لا بينشع عسل بجد. بص دوق حتى. لا وكمان ليها صوت. ليها صوت كانها بتقول لي يلا يا ابو السيد طلعني يا ابو السيد واصرفني يا معلم. طب ما تفتح يا ابو السيد شوقتنا. يا نهار اسوح. احنا شكلنا خبطنا حد. ايه ده؟ احنا شكلنا خبطنا معزه. هي في معزه تلبس هدوم؟ هي في معزه لونها اخضر اصلا؟ دي شكلها ضفدعه كبيره. انا على حسب معلوماتي الكائن الاخضر ده يا اما سحليه يا اما الين. ايه الاريال ده؟ الين ايه الين؟ ايوه يعني الاريال ده طير يعني ولا ايه؟ الالين ده كائن فضائي. كائن فضائي؟ هو احنا في كوكب القرود يا جدعان؟ وبعدين ايه اللي هيجيب كائن فضائي في الطريق الزراعي؟ ايوه يا ريتاش، ممكن ما يبقاش كائن فضائي، ممكن يبقى كائن زراعي. مفيش حاجه اسمها كده. طب استنى عشان ده بينزف. انت عايز تخوفنا وخلاص. استنى بقى يا فخر. طب استنى. بينزف اهو. ده بينزف ملوخيه. توسع كده. دي مش ملوخيه، دي سبانخ ما فيهاش كزبره. يا جماعه احنا لازم نوقف النزيف ده. استنوا اجيب الجاكيت بتاعي. بقول لك ايه يا سيد، الاريال ده لو طلع بجد هنرده على البرد ونبيعه. لا لو طلع كائن فضائي يبقى روح، يبقى لازم نعالجه يا فخر. هنعالجه فين بقى؟ شيء خطير رائع مدهش. بص بص بص. لا فكره عبقريه يا سيد، برافو. عشان تعرفي بس ان جوزك بيفكر مش مهزأ زي ما بتقولي. انا بتريق. انت جايبنا تاني عند الدكتور اللهبل ده. بس يا ريتاش ما يصحش، مش قدامه، هو هبل فعلا بس ما قدامناش غيره. ممكن توطوا صوتكم شويه وتخلونا نشوف الصرصار ده هيقول ايه؟ اتفضل يا عم الصرصار قول لنا ده ايه؟ انتوا لقيتوه فين ده؟ الواحد شاف كائنات فضائيه كتير وقليل ما شافش النوع النادر ده من ايام اي.تي. الله يمسيه بالخير. ده كائن فضائي شاب ذكر سنه يتراوح ما بين 25 سنه ل 95 سنه ضوئيه من فصيله القشريات. قشريات يعني بيتقشر زي البرتقال؟ برتقان ايه اللي يتقشر؟ قشريات. قشريات دي زي الشرمبز. شرمبز؟ أيوة. ايه شرمبز ده؟ اللي هو الجمبرز. الجمبري بقى شرمبز؟ هو ده الدكتور اللي هيعالجه؟ بشويش يا ريتاش لما نشوف هيقول ايه. ولو دقاتي سعادتك في جلده القشرة الخارجية هتلاقيها مهترئة للغاية وتميل إلى اللون البامبا. ده دليل على إنه كان في موسم التزاوج. حمادة ده الجاكيت بتاعي. والله؟ يعني ده مش جلده؟ لا هو الجاكيت بتاعها فعلا، احنا كنا ملبسينه له لأن هو كان بينزف ملوخية بكميات رهيبة يا دكتور. سبانخ يا سيد، كان بينزف سبانخ، أنا دقتها. لا ملوخية. الكائنات الفضائية دمها ملوخية. غريبة، مع إني ما شمتش ريحة الطشة يعني. علشان ذكر. الذكور دمهم ملوخية أرداحي، أما الإناث دمها ملوخية بالأنارب. طب طمنا يا دكتور بقى، هو الاريال ده هيعيش؟ لأن احنا حاطين عليه آمال كبيرة جدا. لا هيعيش، هو بس مغمى عليه شويه نتيجه الصدمه اللي اتعرض لها، لان الصدمه كانت فيري سترونج. يعني هيفوق امتى يعني يا باشمهندس؟ يعني قولي ساعتين 3 4 5، قولي سنه من دلوقتي. سنة ولا فوقه لنا دلوقتي حالا بدل ما اديك في شنبك. وشوف لنا الجته دي هتتباع بكام؟ لا
تسوى ألوف مؤلفة، ملايين مملينة، مليارات ممليرة، بلايين طب مبلينة. اخلص ببلالينك دي وشوف لنا هتشتريه بكام. بس انت لو تصبر عليا شويه ادخله بنك واخد عليه قرض يبقى كتر الف خيرك. قرض ايه يا ابني؟ انت هتشتري فيسبا؟ يخلص معاك كام دلوقتي وتاخده؟ انا معايا 200 جنيه بس طالب ديليفري ب 120 جنيه. يعني هيتبقى